شو اللي عم اسمعه يا صاحبي؟ ابو شهاب طلع من الحاره وجاي لعنا. وما وصل عمي ابو حسن، ما وصل. اكيد صاير له شيء والله اعلم. وهذا اللي مخولي عقلي، ليكون صاير معه شيء على الطريق. طب يا اخي بركة ماسكينه وداكينه بالحبس، او لا سمح الله مقوص ومستشهد. والله شغله مكركبه يا شباب، اكيد فيها ان. وهلا عمي ابو حسن شلون بدنا نعرف شو صار مع العقيد ابو شهاب؟ ابو احمد امور عمي ابو حسن. بشوف زلمتنا اللي بالقلعه وبتناوله قرشين ثلاثه وبتقول له يشمشم الاخبار ويشوف اذا كان ابو شهاب بالقلعه ولا لا. لعيونك عمي ابو حسن، بعد غياب الشمس بكون عنده. وانتم شباب انقسموا 4 مجموعات، مشطوا لي القرنه كلياتها بين البساتين عند النهر، بركض صاير معه شيء. يلا ابو احمد شو الموضوع؟ لعيونك عمي ابو حسن. السلام عليكم. الله معكم يا رجال. يا جماعه لازم نلاقي لنا شي طريقه نساعد فيها حارتكم. ما في غير طريقة واحدة، انه نهجم على العسكر ونقتل كام واحد منه مشان يعرفوا انه محاصرة الحارة مو لعبة. بيصير ولا اسهل منا، نتصيدهم واحد ورا واحد، بس هلا صعبه شوي. ليش عمي ابو حسن؟ لانه لسه القصه حميانه والعسكر مسلح بتسليح كامل من المدفعيه وانت ماشي. معك حق، خلينا نشوف شو صار بالعقيد ابو شهاب بعدين بنحلها.